أحب البيت، أحب فكرة البيت نفسها، 4 جدران وباب مغلق. مهما كان الخارج ممتعا وشيقا، لا شيء يساوي الشعور بالطمأنينة داخل حدودك. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو، وبشكركم من كل قلبي على تفاعلكم على اخر فيديو، على كلامكم القمر. بجد كل الحلوين اللي نوروني ودخلوا القناة جديد نورتوني، ووجودكم شرف ليا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. يلا بينا، عندنا فيديو قمر جدا وكله نشاط. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة لازم نبدأ بالفطار. احنا كلنا بنبقى مشغولين مع الولاد وفي الدروس وفي التمارين وفي المدارس وفي التنظيفات وفي شغل البيت، بس لازم نهتم بنفسنا. وجبة الفطار من الوجبات المهمة جدا 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 اللي هتساعدك انك تكملي باقي اليوم بمنتهى الطاقة والنشاط والحيوية. حضرت كده فطار بسيط، ساندوتش لانشون فراخ، وساندوتش جبنة رومي، وقطعت تفاحة، وحطيت حاجة ساقعة. قلت كده ايه، اعمل فطار سريع سريع ما ياخدش مني وقت، لان انا اليوم ده ورايا شغل كتير جدا، ورايا حاجات كتير عايزة اعملها، فلازم بقى ايه اخلص اللي ورايا، لان كده كده الحاجات دي انا اللي هعملها، محدش غيري هيعملها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنسمي الله ونستعين بالله كده علشان ربنا يقوينا على الحاجات اللي ورانا. انا كنت مبيته الريسبشن من بالليل على الوضع اللي انتوا شايفينه ده. كنت اليوم اللي قبله من الحوائط كنت مزعفاها، وكنت مسحه الحوائط بالموب، وكنت ملمعه الزراير بتاعه الكهرباء، والجزء اللي تحت ده في السيراميك كمان كنت ملمعاه، والستاير والشبابيك والحاجات دي كلها كانت نظيفة. وغسلت الإزاز بتاع السفرة ونشفته ولمعت الشاشة. كل الحاجات دي كنت عاملاها في اليوم اللي قبله. تمام. وكمان كنت عاملة تنظيف على الجاف لكراسي السفرة والانتريه نفسه. طيب التنظيف على الجاف خلطة حلوة وخطيرة، وبتنظف وبتعقم وبتطهر وبتخلي الأنسجة بتاعة القماش تطلع ريحة حلوة. الوصفة في فيديوهات كتير انا عملتها قبل كده، عشان كده ما عملتهاش معاكم المرة دي. وكنت سايباهم بقى يتهووا وياخدوا راحتهم، وجيت هنا عند السفرة حطيت المفرش الفرو، وبسرح الفرو بالفرشة دي. الفرشة دي انا كنت مشترياها من محل منظفات، كنت جايباها في حدود تقريبا 5 جنيه، ومخلياها بس يعني لتسريح المفروشات الفرو، عشان يبقى شكلها كده متهندم ونضيفة. حطيت بقى كل الديكورات تاني. الفازة البيضة دي انا كنت شاركتها معاكم في فيديو مشتريات، والاعواد الخشبية دي انا كنت حطاها في فازة على الجزامة، فحبيت اغير مكانها وحطيتها على السفرة. وهبدأ بقى احط باقي الديكورات. كل الديكورات اللي بتتحط طبعا نظيفة ومتلمعة وزي الفل زي ما انتوا شايفين. وهنشوف بقى القمر اللي انا جبتها. جبت ايه بقى؟ جبت الشمعدان اللي هو لونه جولد. لو انتوا فاكرين كنت وريتكم قبل كده الشمعدان ده، بس كان لونه اسود، كنت حطاه في غرفة الليفينج، وقلت لكم ان انا كان نفسي اشتري واحد جولد. ولما طلبت ان انا اشتري الشمعدان ده ما كانش متوفر غير اللون الاسود، ولما جاء الجولد ما تاخرتش طبعا وجبته، لان انا كان نفسي فيه جدا. هو شكله رقيق وسيمبل وحلو قوي، ينفع بقى على دريسوار، على مكتبة، على سفرة، على جزامة، على نيش، في اي حاجه. بصوا مش هيقول لا. شيك قوي ورقيق، وطبعا تقدري تحطيه على الترابيزات بتاعه الانتريه او بتاع الركنه، ورقيق جدا زي ما انتم شايفين، وطريقه تركيبه سهله جدا جدا جدا. وبجد انا لما جمعته كده على بعضه وحطيته خلى السفره في حته تانية خالص. هنا بقى جيت، ده الباسكت اللي انا وريته لكم في الفيديو اللي فات، كنت قلت لكم ان حماتي جابته لي هديه عيد ميلادي، فانا هحطه هنا في الريسبشن. فبما ان انا خلاص نظفت الريسبشن وخليته زي الفل، هحط بقى الحاجات اللي انا عايزه افرشها فيه. طريقه تركيب الارجل بتاعه الباسكت سهله جدا وما فيهاش اي مشكله. وده كده شكله بعد ما الاجزاء كلها ركبت. شكله جميل وكيوت وحلو قوي، وكمان الوانه لايقه على الريسبشن عندي. هنا كده حطيته في الجزء ده، حسيت ان المكان ده اكتر مكان لايق عليه. وشايفين القمر شكله حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. المكان نضيف وزي الفل. وقولوا لي بقى، حد خد باله من حاجة هنا؟ ايوه طبعا اخدنا بالنا. اخدتوا بالكم من المكرمية القمر اللي انا جبتها جديد؟
المكرمية دي العرض بتاعها 120 وشكلها حلو قوي قوي، والمكرميات طالعة ترندي الفترة دي، وانا من النوع الحاجات الهاند ميد بحبها قوي. حطيت بقى هنا الكوشن الفرو ده زي ما انتوا شايفين كده، نضيف وزي الفل. طبعا انا كنت شايلاهم نضاف، وحطيت كمان السجاجيد دي، وخلاص كده كل حاجة زي الفل. عايزاكم تقولولي ايه رأيكم في الشمعدان والمكرمية. جيت بقى عند الزرعة اديتها تلميعة كده من اي اتربة ولا حاجة عشان هلمعها. لما تشتروا زرعة كبيرة كده او شجرة كبيرة، هاتوا الورق بتاعها يكون عريض، بيكون سهل جدا في التنظيف، احسن من الاوراق الصغيرة دي. سهلة في التنظيف بتاعها، وبتدي جمال وشياكة للمكان بشكل غير طبيعي، بتنقل الديكور في حتة تانية خالص. لمعتها كده، ودلوقتي خلاص خلصت كل حاجة، والسلم الديكور ده كمان اتنضف، وكل الحاجات اللي عليه اتحطت نظيفة ومتلمعة. وهنيجي هنا بقى للفقرة اللي كلنا بنحبها، ان بعد ما بنخلص شغل وتعب واحنا بنرش كده المعطر، بنحس بالانجاز اللي احنا عملناه. خلصت وهبدأ ارش المعطر علشان المكان تبقى ريحته حلوة. انا بحب ارش المعطر على المفروشات، يعني على الكراسي، على الستاير، على السجاد، على الزرع. لما برش المعطر كده بيطول، يعني بيقعد اطول وقت ممكن، احسن من ان انا برشه في الهواء. برشه في الهواء بيقعد حبة صغيرين وبيتطاير، وبتحسي كده ان انتي مرشتيش معطر. انما في المفروشات والمنسوجات طبعا بيقعد وقت اطول. رشيت كده وخلاص خلصت. بصوا انا فرحانه بالمكرميه دي قوي 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 قوي، بجد حبيتها. عايزاكم بقى تقولولي ايه رايكم فيها. خلصت هنا كده، طبعا ما تنسوش ان انتوا بعد ما تخلصوا تقفلوا بقى الشبابيك وتقفلوا الستاير، علشان خلاص احنا تعبنا ونضفنا كويس وخلينا المكان قمر، مش عايزين بقى المكان يدخلوا اي اتربه تاني. خلاص وتم بحمد الله. طلعت بقى هنا على الطرقة بتاعة مدخل الشقة، زعفتها بقى كده كويس. واعملوا نفسكم مش شايفين العداد بتاع الغاز، لان هو شكله مضايقني هنا، وانا كنت عايزة اعمله كفر كده او علبة خشب، بس شركة الغاز رفضت طبعا، وقالوا انه مش مش صح خالص ان احنا نخبي الحاجات دي ونداريها، بس ما علينا. اعملوا نفسكم مش شايفينه زي ما انا دايما بتجاهله، بعمل نفسي مش شايفاه. خلصت وزعفت كده الطرقة، وابتديت انضف الحوائط كويس قوي بمية سخنة، وحبة من الكلور الابيض والكلوريكس الجل، ونقطتين صغيرين من الاوكسي جل. خلصت الحوائط ونضفتها كويس. هاجي هنا بقى عند الباب المصفح، برضو هشيل من عليه اي اتربة، وهشيل برضو الاتربة من عند الوحدة بتاعة الكهرباء، وكمان الانتركم هنضفهم كويس علشان هبدأ ألمعهم بمية وديتول. باب الشقة والانتركم من الحاجات اللي أنا بستخدمها في اليوم كتير جدا جدا جدا، عشان كده بحب أنضفهم بمية وديتول علشان أطهرهم وأبقى متأكدة من نظافتهم. البخاخ ده مفيهوش غير مية وديتول بس، وديتول أنا جايباه من الصبانة من عند بتاع المنظفات اللي هو الديتول السايب، علشان انا عارفة ان الديتول مش معانا. وكان قبل كده في فيديو سابق يعني حد قال لي ان الجنرال اللي انا مسحت بيه الارضيات مقاطعة، انا اصلا يعني ما جبتوش تاني، ده كانت العبوة دي عندي، وهو عبوة كبيرة قوي 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 بتقعد كتير جدا، والحمد لله يعني هي خلاص فيها حبة صغيرين قربت تخلص، وان شاء الله مش هجيبها تاني. نضفت كده بقى كل الحاجات بالمية والديتول زي ما قلتلكم. هلمع كل حاجة كويس، وخلاص على كده هنبدأ بقى نمسح الأرضيات. طبعا مدخل الشقة من الحاجات اللي مستهلكة بشكل غير طبيعي في اليوم، وكلنا بقى داخلين طالعين وشوزات وشنط واللي يرمي حاجات والكلام ده كله، فلازم تهتموا بنظافة الجزء ده، لان ده مدخل الشقة. اللي داخل من البيت هيعرف انتي بقى ست بيت شاطرة ولا لأ، طبعا من نظافة البيت وريحته وترتيبه ونظامه. واحنا ستات بيوت ما شاء الله كلنا حلوين، وكلنا زي القمر، وكلنا بنحب النظافة والتجديد والتغيير، وكلنا يعني بيوتنا زي الفل.
جيت هنا بقى عند الجزامة هلمعها. انا الجزامة كنت منضفاها من جوه كويس، نضفت الارفف ولمعتها وشلت الشوزات اللي عايزة تتغسل وغسلتها كمان، والحاجات الباقية رصيتها مكانها. لمعت بس كده الجزامة من بره، وبرضو حطيت عليها المفرش الفرو القمر ده، وهنسرح برضو الفرو علشان يبقى زي ما انتوا شايفين كده مترتب وجميل. هبدأ بقى احط الديكورات بتاعتي. انا هنا قعدت اظبط في الديكورات لحد ما استقريت في الاخر على شكل معين كده. هنا كده كنت حاطه المبخره، وده ورد كمان اشتريته جديد فحطيته هنا في الفازه دي. وكنت جبت كمان الكتب الديكور دي برضو حطيتها برضو على الجزامه. بصوا انا هفضل اغير شويه ديكورات لحد ما هتلاقوا في الاخر هثبت على ايه. حطيت بقى كده الكتب بالشكل كده، يعني مش مترتبين قوي، بشكل عشوائي شويه، لقيتهم كده شكلهم الطف بكتير. وجبت بقى الكوستر الكونكريت ده، ده كوستر انا كنت جايباه. ودي كمان السبحه اللي انا وريتها لكم قبل كده في فيديو مشتريات. بصوا انا هرجع اشيل كل ده من مكانه تاني. حطيت الكوستر على الكتب، وحطيت المبخره اللي هي مكتوب عليها قل اعوذ برب الفلق في النص كده، ورجعت حطيت السبحه عند الفازه. ودي كده شمعه بابلز ريحتها خطيره، ريحتها حلوه قوي. حطيتها هنا، وهو ده الديكور اللي انا استقريت عليه. والجزء الفاضي ده اللي جنب الفازه ده بيحطوا بقى فيه مفاتيح الشقه، مفاتيح الاسانسير، مفاتيح العربيه، الكلام ده كله. جيت هنا بقى حطيت الهيش ده والزرعه دي كده جنب الجزامه، وهنا حطيت السجاجيد الدوريات دول كمان في المدخل، ورشيت معطر وكده. بجد كان مدخل الشقه جميل جدا ومريح كده للنفسيه، وريحته تحفه. خلصت وكل حاجة بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين. قولولي ايه رأيكم في التنسيق بتاع الجزامة. جيت هنا بقى بره، كنت اشتريت النجيلة دي وكنت عايزة احطها قدام باب البيت. فابتدينا بقى ان احنا نظبطها ونقيس المقاسات، واستعنا بالحاج صاحب البيت انه يساعدنا في المهمة دي. قصقصنا كده بقى النجيلة على قد المقاس اللي احنا محتاجينه. وخلاص جيت بقى عند الحوائط اللي هي بره بقى بره الباب، لمعتها كده تلميعة كويسة وخليتها نظيفة، وبرضو لمعت الأرض وسبتها تتهوى لحد ما ألزق الدعاء ده أو الجملة دي: اللهم اسعد أهل هذا البيت ومن زاره. لو وصلتوا لحد هنا اكتبولي بقى في الكومنتات اللهم اسعد أهل هذا البيت ومن زاره. هي دي بتلزق بدبل فيس، هي دي خامتها خشب رقيق خالص كده. طبعا انا لزقتها بعد ما الحوائط نشفت تماما، وظبطتها كده زي ما انتوا شايفين وهتشوفوا بقى. وطبعا لمعت الاضاءات اللي بره الباب، ولمعت الباب من بره. هتشوفوا بقى كده. انا طبعا عايزه اجيب زرع اللي هو النباتات الظل دي، عايزه اجيبها احطها عند الباب من بره، بس مستنيه انزل واجيبها، وان شاء الله اول ما انزل هوريها لكم، اول ما اجيبها بقى واشاركها معاكم. ده كده شكل الباب من بره، دي النجيله ودي الكلمه كده. وخلاص خلصنا، والولاد كانوا خلصوا واجباتهم، وكل واحد خلص الحاجه اللي وراه. قلنا نقعد كده مع بعض شوية بعد يوم مرهق ويوم متعب، وكان يوم طويل جدا طبعا، وفي حاجات كتير عملتها بره الكاميرا. ف حبيت اختم اليوم كده بسهرة حلوة مع الولاد. قعدنا مع بعض اتفرجنا على فيلم. كنت جايبة شوية حاجات بسيطة خالص، بونبوني وشوكولاتات ومقرمشات زي ما انتم شايفين. حاجات بسيطة كنت جايباها من المقلة كده اللي جنب البيت. انا كده كل يومين 3 بحب اعمل حاجة بسيطة، واسهر كده انا والولاد وباباهم، نقعد نتفرج على فيلم، نقعد نتكلم مع بعض. يعني بنحاول على قد ما نقدر نفصل من الروتين بتاع اليوم، سواء مذاكرة وتمارين وامتحانات والكلام ده كله. وكمان
نعمل ذكريات حلوة لينا ولولادنا مع بعض. الحاجات دي الولاد بتفتكرها وبيبقوا مبسوطين بيها جدا. انا عايزه اقول لكم لو اتاخرت مثلا على ان احنا نقعد نتجمع كده تجمع اسري ونتفرج على فيلم، الولاد هم اللي يقولوا لي يا ماما يلا نتفرج على فيلم، نعمل سهره. كان عندي بقى اللي هو الباتيه ده ولب بقى وكاندي، حاجات كلها بسيطه بس بتفرق في نفسية الكبار ونفسية الأطفال كمان، وبتعمل جو كده ودفء أسري. بجد كلنا محتاجين إن احنا نتجمع مع العيلة، ونسيب بقى الموبايلات والحاجات اللي بتاخدنا من بعض. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، استنوني فيديوهات جاية كتير. باي باي، مع